في صباح من سنة 2004 استيقظ عامر عبد العالي وعاش يومه مثل باقي الأيام، ولكن يصدم عندما يجد عربته التي يجر قد سرقت. بحث عنها في جميع الأماكن ولكن دون جدوى، ووصل البحث إلى غروب الشمس. وعند غروب الشمس دخل إلى المقبرة، وهي مقبرة متواجدة في مدينة الرباط بالمغرب، وتعتبر المكان المفضل لدى المتشردين لأنهم ينامون بها ليلا. عامر قام بحمل صخرة كبيرة وذهب ناحية متشرد نائم، وقام برفع الصخرة للأعلى وضرب المتشرد على رأسه، ومن قوة الضربة مات المتشرد في الحال. وقام عامر بسرقة أمواله وغادر المكان. ومن بعد الحادثة لقب بلقب أبو صخرة، أو بالدارجة المغربية بوصمة، ووصل القتل بالتسلسل. لماذا عامر قرر قتل أصدقائه المتشردين؟ السلام عليكم، معكم أخوكم كاز في فيديو جديد، وقصتنا اليوم عن سفاح أرعب المغرب. أنا أبحث وأكتب وأسجل وأعدل الفيديوهات، وأنت ما عليك سوى الاشتراك في القناة وترك تعليق تشجعني فيه. عامر أو أبو صمة يقول أنه قتل 6 أشخاص في يوم واحد، ولكن الحقيقة أنه قتل أكثر من 6 أشخاص وليس في يوم واحد. عامر عبد العالي تعرض في حياته لمجموعة من الصدمات النفسية والتي أدت إلى إصابته باضطرابات عقلية، وإضافة إلى هذا كان يستعمل جميع أنواع المخدرات. ولد عامر في أحياء الصفيح في مدينة سلا، وولد وسط أسرة فقيرة جدا، وعاش طفولة عادية مع أطفال في نفس ظروفه العائلية، وكان الأصغر من بين 6 إخوة. درس في مدرسة محمد الخامس، ووصل دراسته إلى المرحلة الثانوية، وغادر المدرسة ليعمل مع أبيه في بيع الخضار. عامر تزوج وهو لا يزال صغيرا، ورزق ب3 أطفال، والتحق بالجيش المغربي، ولكن تم طرده لأنه يبيع المخدرات. لقاوني تنبيع الحشيش والكيف، ليخرج ويتعاطى للسرقة، وأصبح يسرق المنازل، وتم القبض عليه وحكم سنة سجنا، ليخرج من السجن ويدخل عالم الإجرام والقتل. ومرة دخل السجن وحدث ما لم يكن في حسبانه، توفي أبوه وأمه سنة 1995 بسبب الغاز، وقام إخوته ببيع المنزل وهاجروا إلى الديار الأوروبية. عامر يخرج من السجن ويصدم لأنه يجد أمه وأبوه فارقوا الحياة، والمنزل الذي كبر وترعرع فيه قد تم بيعه، وإخوانه هاجروا البلاد ليذهب ليعيش رفقة زوجته وأولاده. ولكن بعد مدة قصيرة زوجته وأولاده صدمتهم شاحنة وفارقوا الحياة. وقع هذا الحدث سنة 1998، وعامر لم يستطع تقبل هذه الصدمات المتتالية، ليصبح متشردا ويعيش في الشوارع، ودخل إلى السجن أكثر من 5 مرات، وأصبح الإجرام والقتل في نظره شيء عادي. وصل العيش هكذا إلى سنة 2004، وبالضبط في 12 أكتوبر. في صباح ذلك اليوم استيقظ ولم يجد عربته، وبحث ولم يجدها، وواصل البحث إلى غروب الشمس، وتناول كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، ودخل للمقبرة. دخل ووجد متشردا نائم، وتخيل له أنه هو الذي سرق عربته، وذهب وحمل صخرة كبيرة وذهب ناحية المتشرد وضربه بدون سابق إنذار، ومات في الحال، وسرق أمواله وغادر المكان، ولم يترك أي أثر للجريمة. ومن وقتها أطلق عليه اللقب الأسطوري بوصمة، وكان يحمل تلك الصخرة معه دائما، وكان يتدرب بها لكي لا يخطئ الهدف في أي مرة يريد أن يقتل أحدهم. وكانت الصخرة تزن أكثر من 10 كيلوغرامات. وصل العيش في الشوارع وهو يحمل تلك الصخرة، ومن بعد 3 أشهر أبو صمة سوف يقوم بجريمة أخرى. كان يمشي على الشاطئ ووجد شاب متشرد نائم بجانب الصخور. عامر حمل صخرته وقام بضرب الشاب على رأسه وسرق أمواله وغادر. ومرة أخرى لم يترك أي أثر لجريمته سوى شاب ميت للشرطة، والشرطة حارت في هذه الجريمة. السفاح عامر قتل 7 أشخاص في عاصمة المغرب الرباط، وليس هذا فقط، فقد قتل نفس العدد في مدينة سلا المجاورة للرباط، وكان دائما يخرج إلى خارج المدينة ويبحث عن الضحايا.
ويحمل الصخرة في يده، ومن بين ضحاياه هو شاب كان يجلس في الشاطئ وينظر للبحر. وجاء عامر ليتكلم مع الشاب، ورفض الشاب التكلم معه وأمره بالانصراف، ولكن عامر كان شخصا ماكر، فقد ذهب من ورائه وأخرج صخرته وضربه على رأسه وسرق أمواله وغادر كعادته. وما يجعل السفاح عامر رجل غير عادي، لم يكن يفحص ضحيته هل لا زالت حية، كان يسرق أموالهم ويذهب مثل الحيوان. وكان من بين ضحاياه 4 قام بضربهم ولم يموتوا، وهؤلاء من لقبوه بلقب بوصمة. ومن بين الضحايا رجل اسمه سعيد. كان عامر مارا بجانب الطريق، فرأى سعيد نائما وبجانبه كلب، وجاء من ورائه ليقتله، وقبل أن يضربه هجم الكلب عليه وعضه في وجهه، ولم تكن الضربة بالقوة الكافية لقتل سعيد. ومن بين أبشع الجرائم التي قام بها التي تبين أن عامر سفاح خطير، في صباح باكر كان بوصمة يتجول في الغابة، فوجد امرأة كبيرة في السن فوق 70 سنة، ذهب ليغتصبها ولكن قاومته ورفضت، فقام بقتلها بنفس الطريقة ومارس معها الجنس وهي ميتة، وذهب كعادته. 18 جريمة ما بين قتل ومحاولة قتل واغتصاب. وكانت الجريمة الأخيرة التي سببت في القبض عليه، كان يتجول بجانب البحر وكعادته يحمل الصخرة في يده، فوجد رجلا اسمه مصطفى وكانت بينهم مشاكل. مصطفى كان طرد عامل من السوق وضربه، وعامر عندما وجد مصطفى استيقظت غريزة الانتقام فيه، ولم يفكر لثانية، حمل صخرته وضربه على رأسه ومات في الحال، وسرق أمواله وغادر. ولكن لسوء حظه كان شابان يتعاطيان للمخدرات رأوا ما حدث بأم عينهم، وبدأوا بالصراخ، واجتمع الناس وجاءت الشرطة وقاموا بالتحقيقات اللازمة، وقبضوا على الشابان الشاهدان ليعطوا للشرطة مواصفات المجرم. والشرطة بدأت البحث عن المجرم، وبفضل المواصفات التي حصلوا عليها من الشابان استطاعت الشرطة في أقل من أسبوع القبض على السفاح عامر. قبضوا عليه في أحد الحدائق وكان لا يزال يحمل تلك الصخرة. وبوصمة اعترف بقتل 6 أشخاص، ولكن ال8 الآخرين ماتوا بنفس الطريقة، ولهذا يعتبر هو المتهم الأول والوحيد. وكان يستعمل الحبوب المهلوسة ليقوم بجرائمه. 18 جريمة ما بين قتل ومحاولة قتل ما بين مدينتين نفذها عامر عبد العالي، وتم الحكم عليه بالإعدام يوم 18 غشت 2005.